صباح الخير يا أحلى عالم، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وبأحلى مزاج. أنا اليوم حبيت أخدكم معي بيوم عادي من حياتي، يوم بسيط وعفوي مثل كل يوم، بس أكيد فيه تفاصيل حلوة. طبعا مثل ما بتعرفوا هيدا أول فلوج إلي على القناة. رح أعرفكن على حالي، أنا راما، وحابة أعرفكن كمان على عيلتي، رح تشوفوهم بباقي الفيديو. أتمنى تعملوا لي لايك واشتراك وتشجعوني، لأني أنا بصراحة شوي متوترة باعتباره هيدا أول فلوج، بس إن شاء الله رح يعجبكن، وعرفوني على حالكم بالتعليقات. طبعا احنا هون قاعدين عم نحضر الصبحية أنا وأختي، قاعدين عم نعمل قهوة. طبعا هي اللي بتعمل القهوة لأني هي أشطر مني والكل بحب قهوتها. اليوم كان يوم جمعة، ونحن بصراحة عطلتنا مو ثابتة لأني نحن كلياتنا بنشتغل جنب دراستنا، فمو دايما بنجتمع كلنا بنفس اليوم. فبيكون كتير شعور حلو لما يجي مثل هيك يوم والعيلة كلها تجتمع، واليوم الحمد لله كانت جمعة عيلة كلياتنا كنا موجودين، وبلشنا صبحيتنا سوا. طبعا بلشنا صباحنا مثل العادة، قهوة الصبح. ما في أحلى من هي اللحظات الهادية قبل ما يبلش النهار عن جد، واليوم عنا أشياء كتير حلوة نفرجيكم إياها، فتابعونا للآخر وشوفوا شو رح نسوي اليوم. حضرنا هون شوية فطور هيك على الخفيف، شوية توست مع جبنة. هيدا فطورنا بصراحة المفضل أنا وإخواتي. هون هي أختي الصغيرة قاعدة هي عم تعملهم، بصراحة بتعرف تعمل سندويشات كتير 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 طيبين. شي نهار بقلها كيف، بقلها تعطيكم الوصفة. قعدنا شوي وحكينا وسمعنا لصوت الكهف مثل كل جمعة، وأكلنا فطورنا على رواق، وهيك بلش يومنا بهدوء ومزاج حلو. شايفين أم كلثوم شو حلوة؟ أنا كتير بحبهم لهيدول الفناجين، دائما أو غالبا نستخدمها، فرح تشوفوهم كتير بالقناة بصراحة. بعدها قررنا نطلع شوي نروح على المول نجيب طلبية كانت رح واصلتها لأختي. لبسنا وجهزنا حالنا، طلعنا بالسيارة. الطريق كان كتير هادي، وهيك طلعنا تغيير جو بسيط. أوقات هيك طلعة صغيرة بتفرق كتير وبتغير نفسيته للواحد. الجو صاير حلو كتير بصراحة. هيدا اليوم كان انتو محظوظين فيه لأني طلعت فيه الشمس، لأني هون بالسويد يعني الشمس ما بتطلع مثل بالعادة، يعني دائما بيكون في غيوم وجو كئيب شوي. الحمد لله قربت الصيفية، فحتشوفوا فلوجات كتير حلوة، لأني السويد بالصيف جدا جميلة. كلها خضرة كلياتها، بحيرات وأشياء كتير حلوة. والطبيعة بتاخد العقل. هون طبعا وصلنا على المول. أول ما دخلنا كان في شوية شغلات بدنا نخلصها، بنفس الوقت حبينا نتمشى شوي ونشوف شو في جديد. اي والله لفينا شوي، وأول شي دخلنا على محل فيه شغلات للبشرة وشغلات هيك بالناتية. هون البنات كتير بيحبوا يدخلوا على هيدا المحل بالسويد، موجود منه فرع بكل مدينة وبكل السويد بتلاقي منه. بصراحة أنا وأختي تسلطنا على الماما وجبنا ماسكات تحت العيون. نحن وعم نتمشى طبعا وقفنا عند المكياج وشفنا ميبلين منزلة هيدا القلم الحمراء أو ملمع الشفايف بالعسل. حبينا نجربه أنا وأختي، فأخدنا كمان واحد، وحرام الماما ورانا ما عم تعرف شو عم يصير. كمان هون شفنا ماسكات، قلت لها لازم نجرب ماسكات المسا بالليل. أخدنا واحد بس. ماما هون لحقتنا وقالت لنا اني بدها كمان هي مرطب للوجه. اي والله كفينا تمشاية بهالمول ودخلنا لكم على هيدا المحل، لاني انا هون شفت فستان لمع بعيوني، وماما شافت هيدا الجزدان وحبته كتير، بس بصراحة ما بيسع على شي. محل هون كمان كتير كتير لفت نظرنا، في شغلات للبيت عن جد كله اشياء حلوة، تفاصيل صغيرة بس بتفرق كتير بالبيت. كان في هيك اكواب، صحون، شغلات هيك كلها ربيعية وبتفتح النفس. بحس هيك أشياء بتخلي الواحد يحب يقعد بالبيت أكتر. طبعا هون ماما قاعدة عم تفرجيني معالق عليهم هيك فيونكات من فوق، وأنا هون قاعدة عم فرجي أختي على أكواب. هيدا الكوب اللي فيه فريزة كتير حبيته. لو موسم الفريز هالسنة رح يكون كتير عن قريب، لأني بهيدا المحل كلياته شغلات عن الفريز، فريز فريز. كتير حبينا بصراحة. المحل كان كتير كتير ملفت للنظر. بالنسبة للأسعار، الأسعار جدا طبيعية بالنسبة للسويد، يعني أنا ما حسيت بإني هو كتير كتير شي غالي.
هون نحن وعم نتمشى أنا وأختي لقينا أعمال فنية عاملينهم طلاب المدارس، قاعدين راسمين لوحات كتير حلوين. بصراحة أنا كتير فخورة فيهم وبشجعهم، وحبيت إني المول حاطين لهم أعمالهم وقاعدين عم يشجعوهم مشان يخلوا العالم تجي وتتفرج على فنهم. هون أنا وأختي فتنا على المحل لناخد الطلبية. وجهتنا التانية كانت إني نمر على السوبر ماركت، وهون كان في شغلة حبيت خبركن عنها، إني نحنا بالسويد لما نشتري أناني بندفع عليها مبلغ صغير وبعدين بنرجع لحتى تنعاد تدويرها. فمرينا ورجعنا الأناني، وهيك بنفس الوقت بنستفيد نحنا وبنحافظ على البيئة. اني نحنا هون ما بصير نكب الأناني بباقي مع الشغلات التانية اللي بتنكب، فلهيك إلهم أماكن مخصصة واللي هي غالبا بتكون بالسوبر ماركت. طبعا هون ماما طلعت لبرا وما فينا ما تزور النباتات، لأني ماما حدا بيحب كتير يزرع. الفيديوهات الجاية رح فرجيكم كيف ماما بتعتني بنباتاتها. هون كان لازم نرجع على البيت لأني عنا سهرة المسا بالليل، فأختي حبت تاخد معها شي خفيف وسهل. حتخبركن شو عملت لأني أنا ما كنت معها. اوكي. تفضلي. هلا انا ما عملت كتير صراحة شغلات. هو الكاستر بيجي جاهز مثل ما شفتوا. مكتوب بالوصف على العلبة انه لازم الواحد ياخد لكل اتوقع، لا على الاكيد كل 3 معالق من هاي العلبة بدها كاستين حليب و3 معالق سكر. فحطيت اول شي الكاستر اللي جاي جاهز بالعلبة، ضفت عليهم كاستين حليب. آه، يعني طبعا هيدا الحجم، ما بدها حجم أكبر أو أقل، لأنه طلع القوام كتير كتير طلع حلو صراحة. وسميك وطيب يعني. ضفنا الكاسة التانية، وبعدها طبعا هاي الخطوات كلها على البارد. نحنا بنضيفهم كلهم على البارد وبعدين بنحركهم. هون ضفت السكر وبلشت اتحرك. يعني المكونات كتير سهلة وبسيطة، عبارة عن بس يعني لكل 3 معالق كاستر كاستين حليب و3 معالق سكر. بنحركن على البارد وبعدين بنشغل تحتن على نار هادية كمان. وبنضل بنحرك لحتى يغلو وبس هيك. عندك شي راما حابة تقولي عن الوصفة؟ لا، كنت بدي أقول إني ما بصير نوقف أبدا نحنا وعم نحرك، لازم نضل قاعدين عم نحرك ونحرك. اي صح. هون اليسار حبت تحط بسكوت مشان يطلع بطعمات تانية طبعا يعني غير فيكن الشوكولا فيكن بس. تحطوا اشياء تانية، بس اتوقع البسكوت هو اطيب شي مناسب هو اللي بيلبق مع للكاسة. الشوكولا. ايه، ويعني هن دول كانت كاسات بلاستيك. طبعا فيكم تفضوهم بشغلات صحية أكتر. ايه، بس لانه نحن كنا بدنا ناخد معنا الحلو يعني عند رفيقتنا، فاخترنا يعني يكون شي لاستخدام مرة واحدة مشان تقدر يعني. تخبيهم عندها وما نرجعهم معنا على البيت، تخيلي. لا ما تخبيها فيها، هدول بينكبوا يعني استخدام مرة لا واحدة بس بس. قصدي يعني تخلي الضيافة عندها إنه مشان ما نحنا يعني. فهمت علي المهم، وانتوا كمان أكيد فهمتوا علي ما شو أظن، قصدي. بس على العموم هيدي الكمية عملت لنا. طبعا ملاحظة الكمية بتضاعفوها على كيفكم يعني. والتزيين كمان بتزينوه على كيفكم. هلا هون نحن زيناه ب بندق مطحون وأي مكسرات تانية بيمشي الحال، يعني انتو بتختاروا. بس حسينا هيدا حتى لونه بيطلع كتير حلو، بيلبق مع اللون البني. فيعني مناسب للشكل وللطعمة. وبصراحة هيك شي يعني حلو، حلو بقعدات البنات، فحبينا هيك نعمل شي خفيف لطيف وبنفس الوقت يعني تسلاية. وبعدها طبعا ضبينا الأغراض ورجعنا نزلنا مرة تانية بعد ما كنا طالعين الصبح المشوار اللي حكيت لكم عنه راما. فهون مشينا، كان الجو بلش يتغير، غيم شوي وصارت الدنيا أهدى وعتم شوي أكتر. بس هيك نحنا يعني دائما بالعطل، يعني بكرة يوم سبت، فبالعطل نتأخر شوي بالطلعات لعند رفقاتنا، بالأخص إذا رايحين سهرة يعني. لأنه بنقعد بنقضي وقت حلو يعني بيكون معنا وقت نسهر أكتر، ما حدا بيكون عنده دوام تاني يوم. والله يعني
هيك الأجواء كانت لطيفة بس باردة شوي. برا طبعا بالأخص بهذا الوقت. فعلا الجو كان هادي وفي شوية برودة خفيفة، كتير مناسب لهيك سهرة. وقعدة رفقات، يعني نحنا بنستغل وقتنا هون بسبب برودة الجو، وبالأخص بالليل ما فينا الواحد يطلع لأماكن يعني برا، فبنستغل أوقاتنا بإنه نسهر يعني مع الأصحاب وبنخلق أجواء لحالنا بس بقلب البيوت. يعني مثل هون فئتنا كانت محضرتلنا سهرة كتير حلوة، وهي بنوتة ما شاء الله الله يحميها. كتير الأطفال بيعطوا جو حلو للقعدة ولا؟ فعلا خصوصا بنوتة الصغيرة هيدي كتير بتتاكل هيك بتنحط بالقلب. ايه وهيك والله كانت سهرة كتير رايقة وحلوة، ونتمنى انه انتو كمان تكونوا انبسطتوا. نحن شوي هيك لسه يعني كركبين، ما كتير بنعرف ملبكين، ما عم نعرف حالنا كيف عم نحكي بصراحة أو كيف الأصوات حتطلع. يعني هلأ نحن قاعدين عم نسجل، بس مهم. الصوت كيف حيطلع بعدين يمكن بأماكن تشوفوه الصوت شوي عالي، مم. أو ممكن أماكن يكون صوتنا شوي واطي. فنحن هلأ قاعدين عم نتعلم، وإن شاء الله هيك مع الأيام نعمل لكم لسه ما كتير فلوجات. متعودين طبعا يعني. صح، بنعمل لهم فلوجات إن شاء الله مع الأيام بجودة أعلى هيك. وانتو احكوا لنا شو حابين تشوفوا بالمرات المقبلة يعني. ايه، وهيك بيكون خلص الفيديو. باي باي. باي.